اللي بيحصل وإيه اللي حصل لحد دلوقتي ما بين إيران وأمريكا. تعالَ أمّا أشرح لك كل اللي حصل في ال72 ساعة اللي فاتوا، لإن في ال3 أيام اللي فاتوا دول حصل حاجات كتير أوي ولسه بيحصل لحد النهارده. آخر حاجة وصلنا ليها إن ترامب نزّل تهديد على تويتر لإيران بيقول لهم لو ما فتحتوش مضيق هرمز أنا هامحي وجود إيران من على الخريطة، وإيران استهزأت بيه وطلعوا ردّوا عليه على تويتر قالوا له إحنا معناش المفاتيح إن إحنا نفتح لك مضيق هرمز، وقعدوا يتريقوا عليه. ترامب طلع تاني النهارده To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. وقال إن هو بيتكلم دلوقتي مع القادة الجداد اللي موجودين دلوقتي في إيران، لأن زي ما إحنا عارفين خامنئي مات، والمرشد الجديد مجتبي خامنئي هو اللي بيتفاوض مع دونالد ترامب دلوقتي، وطلع وقال إحنا ممكن نتوصل لسيس فاير يعني معاهدة سلام، بمعنى أصح اتفاق لوقف إطلاق النار. لحد دلوقتي إحنا واقفين على الخبر إنه يحصل أي اتفاق ما بينهم، إن دونالد ترامب مش هيوقف النار لحد ما يفتحوا مضيق هرمز، ونفس الحاجة إيران عايزة أمريكا توقف إطلاق النار علشان هم يبدأوا يفكروا إذا كان هم هيفتحوا مضيق هرمز ولا لأ. طيب للناس اللي مش فاهمة إيه هو مضيق هرمز وإيه أهميته وليه أمريكا عايزة تفتحه، مضيق هرمز هو ممر مائي ضيق جدا ما بين إيران وعمان، لكن أهميته ضخمة جدا. ليه بقى؟ إن جزء كبير جدا من نفط وغاز الخليج بيعدي من هناك للعالم كله، فلو المضيق اتقفل أو حصل فيه أزمة أسعار البترول والشحن ممكن تولع فورا. ده بالظبط اللي حصل في أمريكا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، وده على فكرة بيأثر على العالم كله مش دول الخليج بس. وعشان كده أمريكا عايزاه يتفتح عشان التجارة العالمية والطاقة ما تتعطلش وما يحصلش انفجار في الأسعار. يعني ببساطة كده اللي بيسيطر على مضيق هرمز ده يقدر يهز اقتصاد بأكمله.